السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بثلاثية نظيفة يفوز النادي الأهلي على الزمالك في القمة 115 اليوم. كابتن حسام البدري ما بصش على الأداء وبص على الثلاث نقاط. كابتن حسام البدري ما بصش على السيطرة والاستحواذ وبص على الأهداف. اللي شاف الفيديو اللي فات مش هيحس بجديد قوي الفيديو ده. احنا قلنا ان كل فرقة عندها عيوب وعندها مميزات. الفرقه اللي هتثقل مميزاتها وتصلح عيوبها هي اللي هتكسب. الفرقه اللي هتلعب وتضغط على عيوب الفرقه اللي قصادها هي اللي هتكسب. قلنا ان الزمالك فرقه مهاريه فيها اكتر من 5-6 لعيبه مهاريين. عشان تبوظ الميزه دي او عشان تبوظ التاكتكس بتاع الميزه دي لازم تضغط على اللاعب المهاري اللي معاه الكوره باكتر من لاعب، وده اللي شفناه من فرقه النادي الاهلي. ولكن الاهلي لو عمل كثافه عدديه بالمنظر ده هيفقد يا الدفاع يا الهجوم، وبالتالي الاهلي اضطر الى اللعب الى دفاع منطقه واللعب على هجمه المرتده. وشفنا نفس الماتش ده كوبي بيست الدور اللي فات، الدور الاول السنه اللي فاتت لما الاهلي لعب مصر المقاصه وكان برضه مديرها الفني ايهاب جلال. الاهلي لعبه دفاع منطقه واللعب على الهجمه المرتده. الاهلي صلح عيوبه الدفاعيه تقريبا في المباراه دي. الاهلي ما شفنا لهوش ان حتى الكور العرضيه لم تشكل اي خطوره على فرقه النادي الاهلي طوال المباراه. نخش على ملخص المباراه. طبعا اللي هنبدا بتشكيل فرقه الزمالك على اساس ان هو الفريق الضيف. طبعا احمد الشناوي في حراسه المرمى، قدامه علي جبر والونش يمين، حازم امام شمال، مؤيد العجان، اتنين ديفندر طارق حامد ودونجا، قدام ايمن حفني والشامي ومدبولي، وقدام خالص باسم مرسي. التشكيله دي فيها ثلاث مجازفات. اول مجازفه هو اللعب ايمن حفني كصانع لعب، والتشكيله نفسها اللي هو 4-2-3-1 دي مش طريقه الزمالك. المشكله الثانيه هو الشامي وينج يمين وباسم مرسي. ايمن حفني المجازفه نجحت ان الراجل لعب مباراه عظيمه جدا، ولكن الشامي ما قدرش يديك المردود الجيد المعروف عن الشامي، لان هو ما لعبش وينج يمين قبل كده الا في مرات قليله جدا. ثم باسم مرسي في الهجوم ما اداناش المستوى المعروف عن الكابتن باسم مرسي. هنخش بعد كده على تشكيله فريق الاهلي. ما كانش فيها جديد تقريبا، هو غير مؤمن زكريا. احنا قلنا مؤمن زكريا يا اجاي يا وليد سليمان. احنا في تشكيله المباراه قلت ان هيلعب اجاي، ولكن لاعب مؤمن زكريا اللي كان ليه نصيب جيد في هذه المباراه. الاهلي طبعا لعب بخطته المعروفه 4-2-3-1، وشفنا الاهلي لعب زي ما قلنا برضو ان عيوب الزمالك عن الدفاع بيغلط اخطاء كارثيه، وبالتالي الاهلي كان بيهجم باربع لعيبه وساعات السوليه بيزيد معاهم ضغط على الخصم وبيلعب في الارتداد بصوره جيده. ولكن الاهلي نظرا ان هو كان بيلعب دفاع بصوره جيده وبيلعب على الهجمه المرتده او بعد ضغط على الخصم من الثلث الاول لهجومه، كنا بنشوف المنطقه دي كلها فاضيه عند النادي الاهلي. وكنا منطقه خط الوسط عموما، ولكن الجنب اللي هو ناحيه اليمين كان هو ده الجنب اللي فيه مشاكل اكتر. طبعا الاهلي استطاع في اول دقيقتين انه من ضغط على فرقه الزمالك وعن طريق مهاره فرديه وخبره كبيره من وليد سليمان ان هو يستطيع ان يحرز الهدف الاول في الدقيقه الثالثه من الشوط الاول. بعديها طبعا الاهلي لعب بطريقه دفاعيه يعتبر مش لازم نقول بحته، لعب دفاع منطقه واللعب على الهجمه المرتده. وهنشوف الصوره اللي بعد كده هتوضح لنا شويه. الزمالك طبعا بعد الهدف اللي يحسب له ان الزمالك لم يتخلخل دفاعه بصوره سريعه، بل بالعكس الزمالك بعد الجون اكن ما جاش في جون. شفناه بيضغط، شفناه بيلعب، شفناه بيستحوذ، شفناه استطاع ان يغلط الاهلي في الدقيقه 30 من واستطاع الحصول على ضربه جزاء، ولكن اضحى باسم مرسي. ودي كانت نقطه تحول في المباراه، لان بعديها مش تخلخل دفاع الزمالك ولكن اللعيبه جالها زي شعور بالاحباط، والاهلي سيطر على المباراه ال10 دقائق اللي باقيين، واستطاع من سرور ولا اروع من عبد الله السعيد لمعلول اللي كان جاي بسرعته، واستطاع يغلط محمد الشناوي الحصول على ضربه جزاء تصدى لها عبد الله السعيد محرزا الهدف الثاني. الشوط الثاني طبعا بدأ بهجوم ضاغط، واول 6-7 دقايق بهجوم ناري من فرقه الزمالك، لدرجه ان احنا كنا بنشوف اثنين بس عند خط النص اللي هم اثنين المدافعين اللي هم اثنين الثيرد باك، والثمانيه بتوع الزمالك كلهم هنا. وقلنا ان الزمالك ممكن يعمل كامباك في الشوط الثاني. ويجي هنا بقى النقطه ليه تم استبدال عبد الله السعيد في الشوط الثاني. لو احنا شفنا في اول 5 دقايق من الشوط الثاني عبد الله السعيد الكره قطعت منه مرتين، وده عند الكابتن حسام بدري عادي، ولكن ان عبد الله السعيد ما يرجعش في الكورتين اللي قطعوا منه كانت دي هي المشكله عند حسام بدري. وبالتالي هو مش هيهزر في ماتش زي ده، هو كسبان فيه 2-0 وفاضل له 40 دقيقه والماتش يخلص وياخد 3 نقط. بالتالي طلع عبد الله السعيد وبدا يلعب 4-3-2-1.
شفنا التشكيله دي ان الاهلي بيلعب 4-3-2 4-3-2-1، وكمان كنا بنشوف مع كتر الضغط ان كمان ممكن يلعب 4-5-1، وكان سايب المنطقه دي خالص عند فرقه نادي الزمالك، كان سايب المنطقه دي في خط النص، وكان سايب الزمالك يحضر لحد التلت الاخير من الملعب، وسايب الاطراف. ودي يمكن الغلطه اللي تؤخذ على الزمالك في الشوط الثاني، ان هو طبعا ما ركزش على الاطراف. وهنرجع دي ان مع تغيير عبد الله السعيد الكوره ولا اروع ولا اروع من وليد سليمان لازارو محرزا الهدف الثالث. ده خلى في استعجال من فرقه نادي الزمالك، خلى الفرقه كلها مستعجله، خلى الفرقه كلها متوتره. خلاص الخطه ان هي كانت نازله بيها ان هي 2-0 وممكن تعمل كامباك. واكيد طبعا الكابتن ايهاب جلال قال لهم المحاضره بتاعت مصر المقاصه ان هو كان خسران 2-0 لحد الدقيقه 70 واستطاع العوده. قال لهم اكيد الكلام ده في المحاضره، واكيد هم نازلين بالضغط ده. وفجاه كل الحسابات باظت في الدقيقه حاجه 53، نبص نلاقي الهدف الثالث للنادي الاهلي. وبالتالي الزمالك ما اخدش باله ان الاهلي بعد الجون الثالث ساب له الاطراف تماما. لو كان استغل الاطراف دي كان قدر يقرص منها اهداف. هو جه في الاخر 10 دقائق ياخد باله من الاطراف، ولكن كان الاوان فات وكان في المباراه خلاص يعتبر في طي النسيان. الاهلي قدم مباراه دفاعيه ولا اروع. الاهلي في المباراه دي يمكن احسن مباراه دفاعيه او احسن مباراه الاهلي لعبها على مستوى الدوري. الاهلي لو لعب بالخطه دي قدام اي فرقه سواء في افريقيا او في مصر عمر الاهلي ما يخسر. الاهلي من النهارده بالتشكيل وباللعب دي النهارده الاهلي بيقول لاي فرقه في مصر انا لو عايز اقفل ورا هقفل ورا. الاهلي النهارده ادى قدام لعيبه الزمالك، قدام الفكر بتاع ايهاب جلال، قدام المباراه اللي كانت لها شعبيه جماهيريه كبيره. استطاع ان الاهلي يؤدي بصوره جيده جدا، واستطاع ان يحصد ال3 نقاط، واستطاع انه يقدم مباراه ويغير من الاداء والتكتكس بتاعه طوال الشوط الاول والشوط الثاني. والف مبروك للنادي الاهلي، واشوفكم على خير ان شاء الله في ماتش السوبر. لو عجبك الفيديو اضغط لايك واعمل سبسكرايب عشان يصلك كل جديد.